اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده معانا مواجهة من العيار الثقيل بين الاهلي والزمالك في قمة الدوري المصري. الماتش ده مش مجرد 3 نقط، ده لقاء تاريخي دايما مليان حماس وإثارة، وكل فريق داخل وعينه على الفوز. في الفيديو ده هنتكلم عن كل التفاصيل اللي تهمك، من موعد المباراة والتوقيت والمكان، وكمان القنوات الناقلة اللي هتذيع القمة المرتقبة دي. فخليك معايا للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. قبل القمة، المنافسة في الدوري المصري مولعة جدا. الأهلي بيحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وبيحاول يستعيد الصدارة من بيراميدز اللي متصدر حاليا ب33 نقطة والفارق نقطة واحدة. وده معناه إن الأهلي لو فاز بالقمة دي ممكن يقتنص الصدارة لو بيراميدز فقد أي نقطة في الجولة دي. على الناحية التانية، الزمالك بيحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وهدفه الأساسي هو تقليل الفارق مع المنافسين والاقتراب أكتر من المنافسة على اللقب. أي خسارة هتكون ضربة قوية، والفوز هيديله دفعة كبيرة جدا للأمام. كل فريق دخل ماتش بظروف مختلفة، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو إننا نشوف 90 دقيقة من القتال داخل الملعب. ندخل بقى على موعد المباراة هتتلعب يوم السبت 22 فبراير 2025، يعني خلاص مفيش وقت طويل على المواجهة المرتقبة دي. ضربة البداية هتكون الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، وبتوقيت السعودية هتكون الساعة 8 مساء، وهو وقت حلو للجماهير كلها. ندخل بقى على ملعب المباراة عشان لا يروح الاستاد ويحجز. المباراة هتقام على استاد القاهرة الدولي، واحد من أكبر وأشهر الملاعب في أفريقيا، واللي دايما بيكون شاهد على لحظات تاريخية في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. ندخل بقى على القناة الناقلة للمباراة. أكيد كل الجماهير عايزة تعرف ازاي تتابع المباراة، والماتش هيكون منقول حصريا على قنوات اون تايم سبورت، الناقل الرسمي للدوري المصري، وهيكون في استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة مع تحليل شامل للأداء والخطط التكتيكية لكل فريق. المواجهة دي هتكون مشتعلة، وكل فريق هيدخل بقوته عشان يحسم القمة لصالحه. السؤال دلوقتي، مين تتوقعوا يفوز في اللقاء ده؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ومين برأيكم هيكون نجم المباراة. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.